أحبتي في الله، النيكروفيلي مغرم بالموت وبكل ما يذكر بالموت، محب للبراز أكرمكم الله، للقذارة، للظلام، للكهوف أيها الإخوة، محب للجثث، محب للقبور، محب للموت، للجنازات، محب للبكاء والدموع وليس للضحك. كل ما يذكر بالموت النيكروفيلي متطبع به. النيكروفيلي أيضا محب للقوة، متطبع بالعنف، بعنف القوة، العنف غير العادل، لا يتطبع لا بالعقل ولا بالمحبة، إنما بالقوة والعنف، مبهور بالقتلة، محتقر للمقتولين. أنتم ترون كيف يقتلون أحيانا ويحرقونهم عشان لا يتم التعرف عليهم. يحرق رفيقه في الدرب، قال رفيقه في الجهاد، يحرقه، احرق، ارمي، يحتقر المقتولين وهو مبهور بالقتلة من أمثاله. النيكروفيلي يا إخواني مهووس بالنظام، عكس ربما ما تظنون، يعني مهووس بالقانون، حرفي، لا يدرك المشروطيات، ما فيش عنده مجال أيها الإخوة الحكمة العملية التي تتحدث عنها أرسطو وحدثتكم عنها، المهارة والقدرة، لا ما عنده الكلام هذا أبدا. مهووس بالقانون، لأن القانون تحديد، لأن القانون تذكير أيها الإخوة بشيء عكس الحياة. الحياة فيها جموح، فيها عنفوان، فيها انطلاق، فيها استقلال. القانون تحديد، القانون تحديد. على فكرة الحكومات الفاشلة، كل الحكومات الفاشلة عبر التاريخ لا تهتم بالأحياء ما داموا أحياء، لكن شخص واحد يموت قتلا تقوم الدنيا ولا تقعد. لماذا طيب؟ أنتم مهتمون بحياتنا؟ أنتم غير مهتمين بالناس الذين لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما يسترون به عوراتهم. لماذا اهتممتم بواحد قتل؟ ليس من أجل الحياة أيها الإخوة، إنما احتفاء بالموت الذي يذكر بوجود السلطة، أننا هنا فتذكروا، أننا نضبط الأمور قيد السيطرة. كذلك النيكروفيليون أيها الإخوة معجبون، مهجوسون بالقانون، بالنظام، حرفيون، جامدون أيها الإخوة. حين تنظر إلى بشرة أحدهم، إلى وجهه، كأنما شم ريحة كريهة. من الصعب أن ترى شخصا نيكروفيليا يضحك ضحكة إنسانية. والله العظيم يا إخواني في بعض الأشخاص يضحك ضحكة أقسم بالله أنا أخاف منها، ضحكة كريهة جدا تذكر بأشياء مخيفة، وفي بشر حين يضحك أنت تضحك معه تماما. وعلى كل حال النيكروفيليون لا يحبون أن يضحكوا كما قلت لكم، يكرهون الضحك، يحبون الحزن والبكاء والألم في الآخرين بالذات وفي أنفسهم أيضا، ولا يحبون الضحك. لماذا؟ الضحك يحرر، كما في آخر اسم الوردة أمبورتو إيكو قال أمين المكتبة. طبعا قصة طويلة اقرأوها، على فكرة قصة مشهورة في العالم كله الآن، هذه من أشهر روايات الأدب العالم على الإطلاق الآن. كل القصة مبنية على إيه؟ على إخفاء يورج أمين المكتبة للكوميديا لأرسطو. لماذا؟ كتاب الكوميديا، الضحك ممنوع. وقتل في سبيل ذلك 7 من الكهان، 7 من الرهبان. قال في الأخير للقاضي طبعا المحقق لفرانسيسكاني، قال له لأن الضحك يذيب الخوف من الشيطان، الضحك يزيل الخوف من الله، الضحك يزيل الخوف من القانون المفروض بقوة الخوف. الضحك يذكر بالحياة، يذكر مكروه عند هؤلاء، لا يحبونه، يحبون البكاء والشعور بالذنب أيها الإخوة، لا يحبون الضحك والإقبال على الحياة. الشخص الكاره للحياة المحب للموت يجد نفسه في الماضي لا في المستقبل، لا يعنيه المستقبل، انتبهوا، لا يفكر في المستقبل، كل تفكيره دائما في الماضي. حتى شخصيته تتحدث بالذكريات، بما حصل لا بما يمكن أن يحصل أبدا. هذا الشخص النيكروفيل، انتبهوا، سمات عجيبة تجدونها فعلا في شخصيات الآن موجودة في الساحة للأسف، تمزق عالمنا. يتعاطى مع الحياة والأحياء، هو بالكاد طبعا يقع الأحياء، أعني البشر طبعا بالأحياء، يقع البشر في مجال رؤيته بالكاد، لا يشعر بهم. فاشل في التواصل مع البشر أصلا، هو لا يستطيع أن يتواصل مع البشر، هو فاشل في التواصل مع نفسه، مع الزمان والعصر، ومع الآخرين أي البشر أيها الإخوة. شخص مخيف مرعب. النيكروفيلي كما قلت لكم يفكر في الماضي وليس في المستقبل، ولا يتواصل مع البشر أصلا إلا عبر إرادة الهيمنة والإخضاع والقوننة باستمرار، الإخضاع والقوننة باسم ما يريد. طبعا حين يسعفه النص أيها الإخوة بأن يتسطح مزيد تسطح، وأن يفتقر فلسفيا وأدبيا وفنيا وإنسانيا، يكون هذا منتهى المراد، هذا ما يريده تماما باسم النص. النص أيها الإخوة يفقر هؤلاء قبل أن يحولهم إلى قتلة.
الذنب ليس في النص لكن في موقفهم الكاره للحياة أيها الإخوة، والنص منفتح على الحياة أكيد وفق قراءات أخرى كثيرة هي القراءات السوية، وإنما بسبب موقفهم هم من النصوص، خاصة النصوص الإلهية المقدسة، النصوص الإلهية المقدسة. فالنكروفيلي أيها الإخوة يحب أيضا أن يحول كما قلت لكم كل ما هو حيوي إلى لا حيوي، إلى لا عضوي، يحول العضوي إلى لا عضوي، يميته، يحنطه، ولذلك يتعامل مع البشر بهذا المنطق اللا عضوي، منطقه آلي ميكانيكي لا وظيفي، وهو يدرك الأجزاء ولا يدرك البنى الاستراكشرز، لا يدرك البنية، يفشل تماما في التقاطها، لا يحبها. وكما قلت لكم هو فقير الخيال أيضا، لا يحب المجاز، لا يحب أن يذهب بعيدا مع المجاز والميتافور، لا يحب هذا بالمرة. هذا هو النكروفيلي. أنا أحكي لكم حديثا علميا، هذا الحديث موجود في الكتب من عشرات السنين، مش من اليوم يعني، وعلشان بعض الجماعات الإرهابية والجماعات الكارهة، لا موجود في الكتب هذا، وينطبق على أفراد كما ينطبق على جماعات أيها الإخوة. هذا أفراد، هناك أفراد نيكروفيليون الذين يؤججون الحروب، يسعرون نيران الحروب، يحبون الحروب، يحبونها، يمجدونها أيها الإخوة. هؤلاء نيكروفيليون، انتبهوا، سواء كانوا قادة سياسيين، قادة عسكريين، قادة روحيين، دينيين، أيا كانوا الذين يحبون الحروب. محمد لم يكن يحب الحروب، ما رأيكم؟ حتى في سبيل نصرة دينه الحرب غير محبوبة. يعني لسان حالي يقول يا ليت الله، ليت القدر يقيض نصرا وتمكينا لهذا الدين بلا قطرة دم واحدة، بلا حرب، بلا نزاع، يا ريت. الله يقول أنا أحب هذا وأريد منكم أن تفكروا وفق هذا المنطق. الله يقول هذا، وكف أيدي الناس عنكم في الفتح، يمتن عليهم بأنه منع الحرب، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهر نفس الشيء. وكفى الله المؤمنين القتال، مش فيش شر القتال، وكفى الله المؤمنين القتال في الأحزاب. يمتن عليهم بأنه كف عنهم القتال. الحمد لله، كتب عليكم القتال وهو كره. يخاطب من؟ يخاطب أصحاب محمد، أطهر ناس وأطهر جيل، أليس كذلك؟ يقول أنا أعلم، وكأن الله يقول لهم وعذركم معكم العذر، أنتم بشر، أنتم محبون الحياة. مايستر إيكهارت، المعلم إيكهارت هنا في اللاهوت الغربي معروف جدا، من أشهر معلمين في القرن الثالث عشر، يقول يحاول نفسه، طب أنت تحب الحق لماذا؟ قال لا أدري أحبه. أنت تحب العيش والحياة لماذا؟ قال وعزة ربي لا أدري إلا أنني أحبها. هذا الإنسان الطبيعي. المعلم إيكهارت يتكلم باسم الإنسان الطبيعي، كل إنسان طبيعي متشبث جدا بالحياة. أبو العلاء المعري لفت نظرنا إلى أن تسريحك لبرغوث وقع في كفك خير من درهم تعطيه مسكينا. لماذا؟ قال هذا المسكين متشبث بالحياة وهذا البرغوث متشبث بالحياة. الله أعطى هذه الهبة العظيمة، أعظم هبة أيها الإخوة للأحياء، وهي تقدرها. إلا هؤلاء يشكلون استثناء، هؤلاء يعملون ضد منطق الله. ما رأيكم؟ ضد منطق الحياة، طبعا ضد منطق الله، ضد إرادة الله. الله يريد أيها الإخوة أن يوفر الحياة، أن يحوطها، هو القائل فكأنما قتل الناس جميعا. شيء مخيف. القرآن رسالته واضحة، تقتل ظلما. تقريبا القرآن يقول لك ايأس من رحمة الله، لا أمل لك في رحمة الله، انتهيت. وتقول لي أعظم جريمة، أنت تقترف أعظم جريمة، تتعدى على أعظم حق. ما الفائدة فيك؟ ما الخير الذي يبقى فيك يا أخي؟ أنت تهدر الحياة ثم ننتظر منك خيرا؟ لا والله لا ننتظر منك خيرا، لا خير فيك أصلا. تهدر الحياة، لا خير فيك، أنت موعود بالنار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هؤلاء كما قلت لكم المسعرون للحروب يعملون ضد منطق الله، ضد منطق السماء، ضد منطق الشرائع، ضد منطق الأنبياء والرسل.